الشيف عبد الله بيعمل احلى طاجن ليبي. لايك وشير ومتابعه فضلا ليس امرا عشان يصلك كل جديد. وتنساش دعمك ليا عشان اقدر اكمل فيديوهات. ومتنساش تصلي على النبي. انا اول واحد يتسلق القدر. لا، انا اللحمه القهوه هنا. ايه اللي بلا بينا يا جماعه؟ بسرعه بسرعه قبل ما يلحقنا. انا الشيف عبد الله، اقوى شيف هنا. مين؟ الكل اتخد وهرب. الكنيزه تبقى الشيف عبد الله تخيلي بيه. اتفضل خلينا الثانيه نحكي. الكل يقول بس يا صريح بالنتاج الليبي. فين الشيف عبد الله بيجري ورانا؟ بس سمعت مستلبسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم فكرة جديدة، كلهم حاجة جديدة، كلهم جديد. أولا صلى على الحبيب قلب خطيب. عملت لكم النهاردة الطاجن الليبي، يا رب الفيديو يعجبكم. لايك وشير ومتابعة عشان أصلك كل جديد. جبت طبق زي ده، نزلت فيه ب3 بيضات، وكوباية من الحليب، وربع كوباية زيت، معلقة صغيرة ملح، فلفل اسود، شوية بودر، وقلبتهم كده بالمضرب. وهنزل بعد كده بكوباية وربع من الدقيق، وهكمل تقليب كده بالمضرب. طبعا جبت شوية بطاطس قطعتهم وقليتهم في الزيت، قطعتهم بالشكل ده قطع صغيرة ونزلت بيهم في الصينية. بعد كده نزلت بالمكونات اللي عملتها دي. بعد كده ادخلها الفرن لحد ما تستوي. بعد ما استوت بقت تمام كده وجمدت شوية، جبت نص كوباية من الصلصة ونزلت بيهم كده في الصينية. وهنزل بعد كده بالجبنة الموزاريلا وافردها بالشكل ده. بعد كده ابدأ ادخلها الشواية الفرن عشان تديها لون من فوق والجبنة تسيح. طلعتها بقت بالشكل ده، ابدأ اقطعها بالسكينة بالطريقة دي. يا ريت الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس عشان الكل يستفيد. وصلى على الحبيب قلب خطيب، وألف هنا والشفا، وكل سنة وأنتم طيبين.